ازيكم عاملين ايه؟ عايزة اسأل النهاردة، هل في حد فينا قبل كده قابل حد مثلا طول الوقت قلقان ان هو ممكن يكون نسى باب الشقة مفتوح، او بيعد الحاجات وهو بيعملها؟ يعني في ناس مثلا ممكن تكون بتقطع ترانشات الخيار وبتعدها وهي بتقطعها، او كده حاجات زي كده. في ناس مثلا تلاقيه عمال يتوضى كتير وحاسس ان هو آم، ما اتوضاش مظبوط، او في مشكلة في الوضوء بتاعه فيعيد تاني. حد بيصلي كتير ويتلخبط في الصلاة ويسجد سهو كتير، ان هو شايف ان الصلاة بتاعته مش هتكتمل غير لما تبقى بشكل معين. حد قلقان ان هو يأذي نفسه او يأذي الناس التانيين اللي حواليه بسبب مفيش عنده اساسا افكار ناحية الناس التانيين فيها ايذاء، لكن الفكرة نفسها ان هو خايف يأذيهم او خايف يأذي نفسه بلا سبب. الحاجات دي كلها. حاجة كمان مهمة جدا، إن الناس بقى اللي بتلم برطمانات بتاعة الحاجات وتلم أوراق وتلم حاجات وتجمع أكياس وبتاع. السلوكيات بتاعة الاكتناز القهري، علشان يبقوا شايفين إن الحاجة دي ممكن تنفعهم بعدين. ده أمهات كتير بتعمل كده. الحاجات دي كلها هي تمثيل أو للوساوس القهرية. ال OCD موجود، لكن موجود عند الناس ممكن بشكل يعني في العادي. لما الواحد مثلا يقلق ان هو ما قفلش باب البيت كويس، ان ممكن ساب الغاز مفتوح فقلقان ان مثلا يحصل مشكلة في البيت. الحاجات دي موجودة عند الناس، بس مش بتعمل تعطيل لحياتهم، مش بتستهلك من وقتهم كتير. في ناس مثلا ممكن تحس ان عندها وسواس نظافة، أو إنها لو سلمت على حد مثلا ممكن تروح تغسل ايديها كويس جدا علشان الجراثيم والبكتيريا وانتقال العدوى والكلام ده. ونلاقي في وقت كورونا الناس اللي عندها وساوس الدنيا كانت مرهقة جدا ليها، يعني علشان بقى في سبب، يعني كمان يعني الموضوع ما بقاش لا، في سبب حقيقي موجود يخليهم يزودوا الدوز شوية. الموضوع في الحقيقة بيبقى مرهق ومتعب جدا للناس. الفكرة كلها بتبقى في ايه؟ بتبقى في فكرة، عشان نعرف قوة الفكرة. يعني قوة الفكرة اللي بتتملك من شخص بتقضي عليه في بعض الأحيان أساسا. فقوة الفكرة بتيجي إن أنا عندي فكرة إن أنا ايديا مش نظيفة، إن الناس اللي قدامي دول هيبقى عندهم جراثيم، أو إن أنا الفكرة إن أنا سبت باب الشقة مفتوح فحد هيدخل يسرقني، او الفكره اللي مسيطره عليا ان انا حد هيدخل يسرقني فعلا وانا هديله مساحه ان انا سايب باب الشقه مفتوح وما تربستش الباب او ما شدتش الباب كويس. كمان في ناس بيبقى عندها وساوس متعلقه بالذات الالهيه والحاجات الدينيه. انا مقصر دينيا مع ان انت كويس، تمام، يعني مش الدنيا مش بايظه يعني. الفكره دي هي بتبقى زي دوره كده، فكره بتجيلي بتفضل تلح عليا، بتبقى مرهقة جدا في إلحاحها، لدرجة إن أنا لازم أنفذ الحاجة اللي مطلوب من اللي الفكرة دي بتطلبها مني، اللي هو الفعل القهري. فالموضوع بيبدأ بفكرة أو وسواس، بيفضل يلح عليا لحد ما في الآخر أوصل للسلوك القهري أو السلوك اللي هيريح الفكرة دي أو يهديها لي شوية. الفكرة دي السلوك القهري لما بعمله هو بيهديها لبعض الوقت، مش طول الوقت، ومش ده الحل اللي أنا هاهدّيها بيه. الناس اللي بتبقى عندها وساوس قهرية مزعجة جدًا أو عاملة لها تعطيل، بنشوف الأول الموضوع ده، بنقيّم الموضوع نفسيًا. لمّا الناس بتيجي بنشوف الموضوع ده أبعاده إيه، آآ متكرر بشكل قد إيه في اليوم، معطّلني في اليوم والّا لأ. لإن أنا قُلت لكم كل واحد فينا عنده حاجة من الحاجات بس ممشّي الدنيا. يعني في ناس عندها قدر من الوساوس القهرية في شخصيتها، عادي، بس الدنيا مش متعطّلة. في ناس بتتعرّض لاكتئاب أحيانًا، بس الدنيا مش متعطّلة. التعطيل بالنسبة لي مؤشِّر
إن لأ الدنيا هنا مش ضابطة، لأ في لازم تدخُّل. كمان بتبدأ الدورة دي دورة زي دايرة مفرغة ما فيش حل فيها، فبيبدأ هو يستسلم لهذه الدايرة ويفضل شغال فيها لحد ما يبقى مُنهك أو مُرهق نفسيًا، مش قادر، أنا إيديّا باشت من الغسيل، أنا دماغي تعبت من كتر ما أنا بافكّر إن أنا الصلاة بتاعتي مش مقبولة، أنا بافكّر أفكار وِحشة ناحية ربنا أو ناحية الدين. وهكذا. أنا خايفة أذي الناس اللي حواليّا، تخيّلوا حد ماشي طول الوقت خايف إنه يأذي الناس اللي حواليه وخايف إن هو يأذي نفسه، أنا خايفة إن أنا أنتحر مثلًا، طَب أنت عندك أفكار انتحارية، طَب أنت عندك سلوكيات أو محاولات انتحار، ما فيش، فهو الموضوع فكرة مستقرة في دماغه ومسيطرة عليه. الوسواس القهري بيتعالج؟ لأ مش بيتعالج، بيتم إدارته. بيبقى ليه أسباب المفترض إنها ممكن تبقى أسباب وراثية، ممكن أسباب متعلقة بإن السيروتونين فيه مشكلة، في ناس قالت إن في مناطق في الدماغ بيبقى فيها بعض المشاكل، في ناس اتكلمت إن الموضوع متعلق بحاجات الوراثة جنب البيئة زي معظم الاضطرابات أو معظم الحاجات ما بتكون دي أسبابها. بيتم إدارته إزاي؟ لمّا بنقيّم الموضوع ونحس إن في تعطيل ونشوف الشدة ونشوف التكرار ونشوف كل الحاجات دي ونشخّص مضبوط، بنبدأ ندير ممكن بحاجتين، بالCBT أو بالعلاج المعرفي السلوكي، إن أنا هاعمل له تعريض للحاجة اللي بتعمل له الأفكار الوسواسية، لكن هيمنع نَفْسه من إن هو يوصل للسلوك القهري، يعني هو هيتعرّض للمشكلة أو للحاجة اللي بتضايقه أو بتخلّيه بتقوّم الفكرة في دماغه، وفي نفس الوقت مش هيلجأ إنه يعمل السلوك القهري، هيوقّف إن هو يعمل السلوك القهري ده. ممكن إن إحنا كمان ندير القبول والالتزام أو الACT، إن هو يقبل الأفكار دي ويتعامل معاها، لكن ما يستجيبش ليها الاستجابة المحددة بتاعته، لكن هو يقبل وجود الأفكار دي عنده. في كمان علاجات دوائية دي متعلقة بقى بالأطباء. لو شايف إن عندك مشكلة وعندك تعطيل بسبب شوية وساوس قهرية موجودة عندك، ممكن إن إحنا نساعد إن إحنا ندير الوساوس دي والدنيا تمشي طبيعي والحياة تمشي طبيعي، ما فيش أي مشكلة.